يا مرات اخويا، جهزت الاكل؟ ايه يا يوسف، عملت لك الاكل هحطه. طب حاضر. خلصي كده بقى عشان انا اخش اغير لا الهدوم دي تغسليها عشان بكره رايح الشغل بكره يلحق ينشفوا. طب يا يوسف، مش انا قلت لك الهدوم بعد كده بتاعتك تخلي حماتي هي اللي تغسلها؟ انا بتقرف اغسل لك هدومك يا يوسف. يعني اخويا متجوزك علشان تيجي تتكلمي بطريقتك ديت؟ انت جايه هنا عشان تخدمينا واحد واحد. لا، مش عشان اخدمكم، انا بخدمكم بالرضا انا وبالحب. ما بحبش الكلام الكتير. انا هخش اقلع دلوقتي الطقم واجيبه لك عشان هروح بيه الشغل بكره وينشف عبال ما تكوني جهزتي الاكل. انا مش عاوز. انا ما بحبش اغسل لبس المستشفيات بتاعك. طب بصي، انا لخصي بتقرف انا يا يوسف. لخصي لخصي عشان انا ما تخلينيش اعمل لك مشكله ويومك مش هيعدي النهارده. انا هخش اقلع لك الغيار واجيبه لك عبال ما تكوني جهزتي هو الاكل. عافيه ولا اجباري؟ مش فاهمه في ايه. اه هو عافيه. ازاي يعني؟ زي ما بقول لك كده، انت حره. انت على فكره اسلوبك بقى وحش معاه وطريقتك بقت طب زباله. عامه يا رب ما تسمعيش كلامي، انا قلت لك اهو. استغفر الله العظيم يا رب، والله العظيم ما عارفه اعمل ايه. انا زهقت، انا زهقت يا ربي، مش عارفه اعمل ايه، اتخنقت. يا هدير يا هدير يا بنتي، معلش والنبي يا بنتي تعالي لمي الحاجات دي، العيال بهدلوا الدنيا. البت بطه والواد مروان دول مش عارفه في ايه، مش ايه عارف. ايه يا ماما، عايزه ايه؟ معلش يا بنتي معلش، حاضر. نروقي الحته دي لحسن العيال بهدلوا الدنيا يا حاضر يا حبيبتي. ماما، حاضر. بقول معلش لك يا يا ماما، هدير يا انا بس حبيبتي. كنت عايزه اروح عند ماما يومين كده، اقعد عندها شويه. وماله يمه وماله ماشي. يا حبيبتي. علشان انا قلت لك تقولي انت لعبده، عشان هيزعق معايا لو انا قلت له، عشان كنت ليه الجمعه اللي يما فاتت في عند ايه؟ ماما. لا وماله يما، ايه يعني ما تروحي تزوري ماما عادي ما فيش مشكله. وكنت عايزه اقول لك على حاجه يا ماما، بس ما تزعليش مني بالله عليك. قولي يما في ايه؟ مالك زعلانه ليه؟ مش زعلانه ولا حاجه والله، بس انت عارفه انت اكتر واحده بتسمعيني هنا في البيت وحنينه عليا وكويسه معايا، بتعامليني كبنتك بالظبط. قولي يما ما فيش فانا حاجه. قلت اتكلم معاكي عشان انا متضايقه من يوسف قوي يا ماما. حصل ايه من يوسف؟ بصي يا ماما، امم انا لما اتجوزت عبده ابنك، مش وافقت ان انا اتجوز عبده في اوضه في البيت بتاعك؟ يا بنتي وكتر الف خير. ماشي يا امي. وعشتي ورضيتي ومفيش حاجه، واحنا مع بعض مفيش حاجه. طيب انا مفيش حاجه والله من ناحيتي بسببكم، وانتوا كلكم هنا عيلتي ومفيش اي حاجه. بس يوسف يا ماما بيعاملني وحش، ودايما يشخط وينطر، وما يجي يطلب مني طلب يعاملني باسلوب وحش. ويا ماما انت عارفه ان انا قلت له مش هينفع بعد كده اغسل لك اللبس بتاع الممرضين بتاعك، عشان انا بتقرف يعني يا ماما من اللبس بتاع الممرضين، عشان بيبقى فيه دم والحاجات بتاع المستشفيات دي. ايوه ايوه. فانا بتقرف. فقلت له يا ماما، قعد يزعق لي، وحتى يا ماما انت على يدك بستناه بالليل لما بيجي من شغله، وبقى سهران ايوه عشان يا احط بنتي. له الاكل. ايوه بصراحه كتر خيرك ما فيا بتاثريش. ماما انا عايزاه بس يوسف يحترمني شويه ويعاملني باسلوب احسن من كده، ما ينفعش. طب روحي انت يا هدير وانا هشوف الموضوع ده يا حبيبتي، ما بس ما تزعليش. تزعليش مني يا امي والله. لا انا بس والله انت اللي بحكي ما لك، تزعليش انا يا بحكي لك والله علشان انا يوسف مش اول مره يبهدلني كده او يشخط فيا او يزعق لي او يتكلم طب معايا يا بالطريقه حبيبتي دي. روحي انت وانا هشوف الموضوع ده، وما تزعليش يا هدير الا مني. خلاص يا وما ماما ماشي. تزعليش يا حبيبتي، وانا اشوف موضوع مع يوسف ده. ماشي يا امي. خلاص اعمل لك ماشي. كوبايه شاي. ماشي يما، لو مش يعني ايه، لو انت وراكي حاجه ما تعملي، لا لو عيني، فاضيه اعملي لي يا عيني قلبي. يا ست الكل، حاضر تسلم حاضر. عينك يا قلبي، تسلم عينك يا حبيبي. انت يا زفت يا مرات اخويا. زفتة ايه يا ابني؟ زفتة ايه يا ابني؟ احترم نفسك يا ابني. في يا ماما؟ زفتة ايه يا ابني؟ البت يعني بنت حلال يا ابني، وراضيه وعايشه معانا في اوضه واحده يا ابني. يعني هو مش اخويا جايبها لنا عشان تخدمنا؟ تخدمك ازاي يعني؟ تخدمك ازاي يعني؟ وفي ايه بالظبط؟ احترم نفسك كده وخلي عندك دم شويه. ترضاها؟ يعني المفروض اعمل ايه دلوقتي يعني يعني هي لو مراتك يعني وانت الهدوم يعني؟ اتجوزت النهارده هترضى ان اخوك ده؟ لو اخوك عارف الكلام ده هتقيد حريقه في البيت. يعني انت لو مراتك هترضى ان لا اخوك؟ طبعا. طب ما انت اتحمات اهو. زي ما ترضاش على نفسك ما ترضاش على الناس. ده البت راضيه وعايشه وغلبانه وراضيه عايشه في اوضه معانا فيه يا ابني، فيه يا ابني، يبقى فيه دم شويه، خلي عندك دم واحترم نفسك عشان خاطر اخوك. البت بنت حلال ومؤدبه ومحترمه، اكل بتعمل لك اكل، شرب بتعمل لك شرب. خلاص مش لازم يا سيدي، وبعدين تطلب مني الغسيل ده يقول لي ياما خد اعملهولي، لكن ما تنزعش عليها. هي كتر خيرها عليها بتعملهولك. ماشي يا ماما، حقك عليا واتعلمت. هي يا ابني عمت. معلش دلوقتي لو اختك اتجوزت وكبرت بطه، دلوقتي كبرت وراحت بيت ناس، ولقيتها اتعاملت بنفس المعامله اللي انت بتعاملها لمرات اخوك دي، انت هترضاها؟ لا طبعا، طب محدش ما عارف يعمل انت، طب كده. ما يا ابني ما هو اهو، ما هو. طب حطها مكان اختك، ما حطها مكان اختك يا ابني. البت ما بتاخرلناش طلب.
البت يعني بسم الله ما شاء الله ونعم التربيه، نقوم احنا نعمل فيها كده بدل ما نراضيها ونقول لها شكرا ونحطها على دماغنا نبهدلها ونهينها. لا يا ابني، احنا ما نرضاش الاهانه لحد، واللي ما نرضاهوش على نفسنا ما نرضاش على بنات الناس. حقك على ما حصل خير ومش هتتكرر تاني. اتعلم يا ابني ان الدنيا دواره، زي ما هتعمل النهارده هيتعمل بكره. تمام. خلاص يا ابني، وراضي مرات اخوك وراضيها حاضر. وقول لها حقك عليا عشان خاطر اخوك. انا مش عايزه ما بينك وما بين اخوك يبقى في زعل، لو اخوك عرف الكلام ده مش هتعدي. ماشي خلاص. خلاص تمام، اهم حاجه بس تكون انت مش زعلانه مني وانا رايح اراضيها دلوقتي. ماشي يا يوسف. ماشي. ربنا يهديكم يا ولاد، ربنا يهديكم، ربنا يهديكم وما يدخلش ما منكم حاجه وحشه ابدا، وتفضلوا اخوات لاخر العمر. انا ماليش الا انتوا في الدنيا.